بيان باسم مؤتمر ستار مقاطعة الحسكة بمناسبة 8 من آذار يوم العالمي للمرأة تحت شعار بمكسبة المرأة الحياة الحرية نحمي مكتسبات ثورة المرأة. بهذا الشعار الذي يجسد روح النضال المرأة الحرة وإرادتها التي لا تنكسر، نحيي 8 من آذار يوم العالمي في مرحلة دقيقة تمر بها رجعها، حيث تتصاعد الهجمات وتتكثر محاولات ضرب مكتسبات ثورة المرأة. إننا نحيي هذا اليوم لا كطقس احتفالي بل كمحطة نضالية نجدد فيها العهد للشهيدات، ونؤكد أن فلسفة المرأة الحياة الحرية ليس كلمات بل مشروع التحرر الشامل، ورؤية أن تبني مجتمعا ديمقراطيا قائما على العدالة والمساواة. لقد حاولت قوى الاحتلال والذهنية الذكورية عبر القتل والانتهاك والتمثيل بجسامين رفيقاتنا الشهيدات أن ترهب النساء رجعابا وأن تنكسر إرادتهن، لكننا نقولها بوضوح: لن يرهبنا العنف ولن يكسرنا الإجرام ولن نتراجع خطوة واحدة عن حماية مكتسبات ثورة المرأة. من دهيزجية إلى قليلة أمارة، ومن كل شهيدات انتقد دفاعا عن كرامة المرأة وحرية المجتمع. نؤكد أن جميعهن تحول إلى طاقة النضال وإلى وعي متجدد في صفوف النساء، فكل جريمة ارتكبت بحق المرأة زادت من تصميمنا على التنظيم والمقاومة، وكل محاولة لإسكات صوتنا جعلتنا أكثر حضورا وصلابة. في 8 من آذار نعلن مكتسبات ثورة المرأة في رجعابا خط أحمر، وأن حماية هذه المكتسبات مسؤولية جماعية. سنعزز نضالنا وتنظيمنا في كل الساحات، وسنرفع مستوى وعينا ونضالنا، لأن الثورة التي تقودها النساء لا يمكن أن تهزم. إرادة المرأة في صمام أمام المجتمع، وتنظيمها هو ضمانة المستقبل، وثورتها مستمرة حتى تحقيق الحرية الكاملة. برنامج مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة وهي كالتالي: الأول من آذار سيتم تزيين المدن من قبل مؤتمر ستار، وأيضا ستقوم المرأة الشابة بزرع الأشجار والورود على أضرحة الشهيدات. الثاني من آذار ستقوم مجموعة من النساء بحمل السلاح وإعلان انضمامهن إلى النفير العام، وسيتم تزيين الصوامع بمدخل الحسكة من قبل المرأة الشابة، وذلك بتعليق ظفر الجدائل عليها. الثامن من آذار زيارة قرية جنوان من قبل الترباسية. أما في الحسكة ستقوم المرأة الشابة بعدد من النساء لتشكيل رقم 8 وهو اليوم العالمي للمرأة. الرابع من آذار سيتم إشعال الشموع عن صور الشهيدات، وستقوم المرأة الشابة بفتح معرض أشغال يدوية وصور الشهيدات المناضلات. الخامس من آذار سيتم زيارة المؤسسات المدنية والعسكرية وعرض فيلم عن ظفر الجدائل وإقامة احتفالية عن عيد المرأة من قبل المرأة الشابة. السادس من آذار سيتم تحديد دوام وجمع النساء لظفر الجدائل وعرض مسرحي في الشوارع من قبل المرأة الشابة. وبالسابع من آذار سيتم تجهيز الاحتفالية 8 من آذار وقيام المرأة الشابة بتوزيع بروشورات عن الضفائر ومعناها التاريخي. أما 8 من آذار سيتم تنظيم احتفالية مركزية بمناسبة 8 من آذار يوم العالمي في الملعب البلدي بالحسكة. أما بالنسبة للاجتماعات الموسعة التي ستعقد في الحسكة مقاطعة الحسكة والنواحية بمناسبة 8 من آذار يوم العالمي فهي كالتالي: في ناحية الحسكة بتاريخ 2/3 سيتم عقد اجتماعي موسعين في الحسكة. أما في الدرباسية بالتاريخ 1/3، في تلتمر بتاريخ 7/3، أما في زرقاء بتاريخ 1/3، في مخيم سريكانية 5/3. المجد والخلود للشهداء، المرأة الحياة الحرية.